النهارده بقى يا جماعه ان شاء الله هنعمل العظمه دي. ايه هي دي بقى؟ ده صوص الكراميل الاقتصادي يعني بتكاليف قليله جدا في البيت، ما بياخدش 5 دقايق، مش يعني غير مكلف نهائي. بس قبل بقى ما ابتدي الفيديو بتاعي احب اشكر كل حبايبي واصدقائي من كل الدول، يعني ومن مصر ومن كل حتة، على التهنئة على العمرة، وربنا يكتبها ليكوا جميعا يا رب ان شاء الله. اللي ما راحش يروح، واللي راح يروح تاني، وربنا يكتبها لنا جميعا. واشكركم الف الف شكر لو كنت مقصرة يعني في حقكم عليا، وكل سنة وانتم طيبين. نخش على الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنعمل ان شاء الله النهارده صوص الكراميل بمكونات بسيطة وسهلة جدا ومتاحة في كل بيت. صوص الكراميل او صوص التوفي. عندنا كوباية لبن، عندنا معلقة زبدة كبيرة، عندنا كوباية سكر، عندنا معلقة نشا، ذرة ملح صغيرة. هنعمل ايه؟ هنحط كوباية السكر على النار تتكرمل، ومش هنيجي جنبها خالص ولا هنقلبها خالص ولا نحط فيها اي معلقة لغاية ما تدوب. عليها ربع كوباية مية، ربع كوباية مية. مش هنيجي جنبها خالص بأي معلقة ولا أي حاجة. هنقلبها كده اهوت، بس لما تحمر الجناب كده اهوت وتدي اللون الذهبي الحلو هنبتدي نتعامل معاها ونقلبها. مش هنحط فيها أي معلقة ولا أي حاجة. هنا بقى هنسيب السكر يتكرمل ويغلي كده اهوت، وطبعا ناخد بالنا اول ما يبتدي يدي اللون الذهبي نحركه بايدين الحله يعني، او الطاسه اللي احنا بنعمل فيها، نحركه منه فيه كده اهوت، ما نحطش فيه معلقه ولا اي حاجه. وهنا على الجنب التاني بقى هندوب. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه النشا هندوبها في كوبايه اللبن. عشان تكون جاهزه لما السكر يتكرمل. دوبنا بقى معلقه النشا، هنحط ذره الملح الصغيره برضو يدوبوا سوا. وطبعا مش هنسهى هنا عن اهو ابتدى بيتقلب كده يا جماعه، محطش فيه معلقه ولا اي حاجه اهو. انا ماسكه اهو الحله. خدي بالك لازم يدي اللون الذهبي، لو ادى اللون البني يبقى كده مرر ومش هينفع خالص، وهيبقى خلاص كانه باظ يعني، مش هينفع. فلازم تبقى عيننا عليه كده اهوت ويدي اللون الذهبي الحلو كده. التقليب يبقى كده. طب واحده هتسالني تقول لي طب ليه ما بنحطش المعلقه؟ عشان ما يسكرش منك بعد كده. يعني ممنوع اي استخدام معلقه خالص دلوقتي خالص لغايه ما يدي اللون الذهبي الحلو. نستخدم المعلقه بعد كده او مضرب البيض اللي هو اليدوي يعني، لما نبتدي نحط اللبن. امشي بالخطوات واحده واحده كده عشان الحاجه ما تبصي منك وتقولي ده الطريقه ما نفعتش معايا. يعني الخطوات لازم تتنفذ زي ما هي كده بالظبط عشان الحاجه تطلع معاكي مظبوطه وحلوه. يا جماعه اهو ادى اللون الذهبي. هنحط معلقه السمنه او الزبده، يعني معلقه زبده هنحطها، وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه عشان انا بصور برضو، فمش عارفه اصور لكم وانا بحط معلقه الزبده. هحطها قدامكم كده ونشوف اهي بسرعه كده. نحط كوبايه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب كده بالراحه. هتكتل مننا بس كده كده هتسيح تاني مع التقليب بالراحه، ونهدي النار كده. نفضل نقلب شويه كده لغايه ما الكتل دي تسيح. شايفين اللون يا جماعه؟ لقيتيه تقل منك ممكن تحطي حبه سمنه او حبه، قصدي زبده يا جماعه، بنستخدم زبده او حبه لبن
خف معاكي تحطي يعني ايه معلقه صغيره او يعني طرف المعلقه كده نشا على حبه لبن. شايفين الكتل اللي كانت فيه كلها راحت؟ شايفين اللون جميل ازاي؟ ولا الريحه يا جماعه ولا الطعم؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. لازم طبعا ايدك تبقى فيه كده اهوت عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجه، وعلى نار هاديه. احنا بنوطي النار بعد كده. وطبعا مش عايزه اوصيكي انه ما يجيش على ايدك ولا حاجه، ده سكر يعني بيتكرمل، فلسعته يعني اجركم الله يعني. طبعا بعد كده هو بيتقل كمان، لما بيبرد بيبقى حاجه تانية كمان تقيله وجميله. بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني كده جميله جدا. وطبعا ده بيتحط بقى على الحلويات، على الكيك، على الشاتو، على وما خدش في ايدينا اي حاجه ولا خد اي يعني تكاليف ولا اي حاجه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايكات الكتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.